لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء 12 من ديسمبر 2023 النسخة الثانية لبطاقة الشفاء الإلكترونية، والتي تضمنت مميزات عديدة أبرزها رفع قيمة التعويضات من 3000 إلى 5000 دينار، إلى جانب توسيع طاقة الاستيعاب إلى 40 وصفة طبية إلكترونية موصوفة و400 دواء، إضافة إلى 12538 صيدلية متعاقدة و682 صانع النظارات الطبية المتعاقدين و36 عيادة للجراحة القلبية. وأكد وزير القطاع فيصل بن طالب خلال إشرافه اليوم على إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية بالمركز العائلي ببن عكنون بالعاصمة أن بطاقة الشفاء 2 تتميز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.